السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل حاجة حلوة جدا وحاجة احنا بنحبها جدا وتطلع زي بره واحسن. هعمل كفتة الحاتي بكل تفاصيلها بكل تكاتها بحاجة بسيطة جدا. لو احنا لسه مشتركناش في القناة ننزل نشترك وندوس لايك ونفعل في زر الجرس، ويلا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ بسم الله. هنجيب الكبة بتاعتنا وهجيب 3 بصلات وسط وهضربهم الاول في الكبة كده زي ما انتم شايفين معايا بطريقة سهلة جدا. لو ما عندكيش كبة بشوري بمبشرة البصل عادي جدا. وهنجيب ربطة بقدونس وهنقطعها معانا وهحطها بعد ما عملت البصل، فرمت البصل اول حاجة. وبعد كده هعمل ايه؟ هضيف مكونين فقط لا غير، ملح وفلفل بس. هضيف ملح وفلفل على الكبة، على البصل والبقدونس. حاجة سهلة قوي وبسيطة. بس انا قبل دلوقتي لفيت البقدونس مع البصل لفة واحدة بس كده لحد ايه ما يتجانسوا مع بعض. وهضيف بقى الملح والفلفل مش اكتر من كده. مش هضيف اي مكونات تانية مع الكفتة. هتطلع معاكي ناجحة وكفتة حياتي فعلا، ومش هتفرقيها عن بره، وكمان هتبقى اطعم منك جدا وتبقى موفرة قوي 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 وكمان اقتصادية. كمان ايه؟ هجيب نص كيلو من اللحمة وهضيفها على البصل، ومش هبشر بقى البصل واشيل المية بتاعته كله منه فيه. هبتدي بقى ايه؟ هنزل اللحمه بتاعتي المفرومه زي ما انتم شايفين معايا في الكبه كده، وهنزل كل اللحمه وهبتدي بقى ايه؟ افرم كل المكون بتاعي لحد يعني لمدة يعني 10 دقايق كده، او 7 دقايق في الكبة بس طبعا متقطعين. هلف اللحمة المفرومة مع البصلة مع البقدونس لحد ما الاقي لونهم كله اتغير معايا وتجانسوا. لو احنا ما عندناش كبة يا جماعة نعملها في ايدينا لمدة 10 دقايق برضو، هنفضل نلف بيها لحد ما ايه؟ ما كله يدخل ببعض. كده هتديكي نفس النتيجة وكده هتديكي نفس النتيجة. هنجيب صينية وندهنها رشة زيت كده، وهجيب بقى اي حاجة عندي اصبع بيها الكفتة. انا جبت مقوار من بتاع المقوار بتاع الكوسة. فدلوقتي ايه؟ انا بصبع عليه عشان يديني فراغ من جوه، تبقى ايه؟ تبقى هشه وكمان ايه؟ بتبقاش ملكومه. فدلوقتي ايه؟ صبعت الكفته زي ما انتم شايفين معايا بطريقه حلوه قوي 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 وسهله وجميله والله. والفيديو ده كله اسرار وكله تكات كده، وتعالوا مع بعض كده بس نتفرج على الفيديو للاخر يا جماعه، عشان الفيديو ده كله حاجات حلوه هتستفادوا منه. واللي ما تعرفش تعمل كفته حياتي والله طلعت نفس طعم كفته الحياتي وهشاشنها ومتماسكه وكل حاجه واحلى كمان واطعم. دلوقتي هصبع كل الكفته معاكم زي ما انتم شايفين معايا. ده نص كيلو لحمه. بصوا ما شاء الله عمل لي كميه قد ايه. عمل كميه كبيره جدا وكميه كمان وفيره. هعمل ايه؟ تعالوا مع بعض نعمل سلطه طحينه بسرعه كده قبل ايه ندخلنا الصينيه بتاعتنا الفرن. وهجيب الطحينه بتاعتي وهنزلها في الطبق. وهجيب معايا ليمونه، نص ليمونه كده هعصرها بطريقة حلوة، والسلطة الطحينة دي تطلع معاكي روعة 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 والله العظيم. جبت دلوقتي نص ليمونة وهجيب معلقتين من الخل، وهضيف معلقتين من الخل على نص ليمونة زي ما انتوا شايفين معايا كده بطريقة برضو سهلة. وهتطلع مني صراحة كفتة تحفة وطحينة أطعم منها. وهجيب فصين من الثوم، وهجيب شوية كمون شوية ملح شوية فلفل. أكتر من كده مش هضيف حاجة على الايه؟ على الطحينة برضو. وهجيب شوية مية سخنين بقى وهلف كل المكون ده. الملح بقول لكم اهوت. انا كده حطيت التوابل بتاعتي. كل حاجه ما فيهاش توابل كتير عشان استمتع بكل طعم فيها. دلوقتي انا حطيت الميه على الطحينه وهقلب بقى مع بعض كده. الطحينه يا جماعه بطريقه حلوه قوي. انا مش عارفه كنت بعمل ايه ساعتها. كنت بشوف الصينيه في الفرن. فدلوقتي بقى ايه؟ قلبت الطحينه معايا لحد ما تتماسك وتتقل بقى. احط بقى مكون سحر والله العظيم بيخلي الطحينه دي في حته تانية خالص. دلوقتي انا خلصتها. بصي تقلت معايا ازاي، بقت قوامها تحفه. هجيب ايه؟ معلقتين كبار من المايونيز. المايونيز لما بتحط على الطحينه بيخلي طعمها روعه روعه روعه. بص انا حطيت معلقتين كبار من المايونيز بعد ما خلصت الطحينه وقلبتهم مع بعض وسبتها كده بتقل القوام معايا اتقل، وبتديها طعم تحفه اكتر. والله لازم تديني طعم الجاهزه واحلى كمان. دلوقتي ايه؟ انا خلصتها زي ما انتم شايفين معايا بطريقه حلوه قوي. وما بتاخدش الطحينه خالص وقت خالص. تعالوا بقى هوريكم تريكه بسيطه برضو كده. هتبقى تخلي لكم المكرونه دي في حته تانية خالص. هجيب معلقه سمنه
دي انا كان معايا نص برطمان وشلت كوبايه من الشوربه، مش شوربه، ميه السليق بتاعه المكرونه، وحطيتها على النص برطمان صلصه عندي ورجيته مع بعض كده. يعني الكاميرا مش موضحه قوي. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا ضفت كوبايه من ميه السليق على الصلصه، بتقل معايا المكرونه وبتعملها، وبتعمل فيها صوص كده بتخليها تحفه. الصراحه بتخليها روعه. انا دلوقتي حطيت كوبايه من ميه السليق، بس مش هضيف ملح لان ميه السليق بتبقى فيها ملح، فانت ما تضيفيش ملح خالص على على المكرونه. لو هنضيف مع كوبايه من سليق من سليق المكرونه. دلوقتي انا هجيب فحميه بقى عشان اعلي التست بقى ايه، وهعمل زي الحاتي بالظبط اكني شويه على الفحم. دلوقتي انا بوريكم اهو يعني بدات ايه تبقبق كده معايا، هسقط المكرونه. وهسيبها غلوة واحدة، هتطلع معايا فيها صوص كده تحفة. وزي ما انتم شايفين بصوا شكل المكرونة. انا ما جبتلكمش طبعا فيديو من اول السليق المكرونة، ان احنا كنا بنعرف نسلق مكرونة بتاخدش اكتر من 7 دقايق يا جماعة على البوتاجاز، عشان ايه تبقى كده ما تبقاش طرية قوي. ودلوقتي خلصنا الكفتة، وهاخد معلقة من السمنة اللي نازلة منها، وهمسكها واجيب الفحمة بتاعتي اللي انا عملتها، وهنزلها في النص. وهعمل ايه، هعمل بقى ايه مدخنة. هعملها كفتة حاتي فعلا، وهجيب فوطة وهغطيها، وهغرف بقى الاكل بتاعنا، وهغرف المكرونة زي ما انتم شايفين معايا. بص التحفة، مكرونة طرية وفيها صوص كده وتحفة تحفة. تعالى بقى اوريكم الكفتة وجمالها، دي اهم حاجة. بصوا الجمال بتاع الكفتة، بصوا متجانسة ازاي ومتماسكة ازاي، وهشة وطرية وتحفة تحفة، اقسم بالله طعمها روعة. وتعالى اوريكم الطحينة وسلطة الطماطم والعيش، دي اكلة كاملة متكاملة. وانا عايزة اقول لكم بقى بصوا الجمال مع الطحينة كده، تاكلها بألف هنا وشفا. واشوفكم يا رب في فيديو جديد، والسلام.